القاتل الندل. خليني احكي لكم عن حكاية بتبين مين ممكن يكون القاتل الندل. الاستغلال العاطفي. في يوم من الايام ضفدعة كانت واقفة على شط النهر. قابلها عقرب. قال لها: هو انت ممكن تاخديني على ظهرك للشط التاني؟ الضفدعة كانت محتاجة ان يبقى في حد معاها وهي بتعدي النهر، لانها كانت مفتقدة ده جدا. قالت له: ممكن اعمل ده، بس انا مش متأكدة ان انت ممكن تلدغني ولا لا. العقرب، ولانه عنده الحيلة، قال لها: لا، ازاي؟ انا لو لدغتك هنغرق مع بعض. صدقته، خدته على ظهرها، وفي وسط النهر بدأت تحس ان في سم بيجري في عروقها. قالت: يمكن هو لسه بس تقيل عليا لان انا اول مرة اعدي مع حد. ولكن بعد دقايق معدودة بدأت تحس ان هو فعلا بس سم في عروقها، وفعلا حست ان هي بدأت تغرق. فسألته وقالت له: ليه انت عملت كده؟ ده احنا هنغرق سوا. قال لها: حتى لو انا وعدتك، فانا هقرب، وده جوايا. ولكن هنا انا عايز اشير لحاجة مهمة جدا. الفرق ما بيننا وما بين الحيوانات، كل واحد فيهم بيقدر يعترف بطبيعته، ولكن الفرق الكبير قوي ان انت ممكن تشيل حد فوق كتافك عشان تعدي بيه، وحتى وانت بتغرق هو مش هيعترف ان ده في طبيعته، ولكن هيحملك الخطأ الجسيم ان انت مش قادر ان انت تستحمله عشان تعدي، حتى ولو هو عارف ان انتوا الاتنين هتغرقوا مع بعض. بس هيفضل ينكر ان هو السبب في الغرق، ولكن هيحملك انت نتيجة الغرق. عارف ان ممكن تكون الطريقة او الحكاية مش مناسبة لحد كتير، بس على الاقل في ناس كتير هتفهمها. حاولوا تختاروا، حتى لو هتغرقوا مع مين، على الأقل من الجانب النفسي تكونوا مستريحين انتوا هتبقوا فين وانتوا بتختاروا ان انتوا تفقدوا حياتكم. الرسالة: كونوا واعيين لكل كلمة بتتقال، وما تقبلوش حتى لو انتوا ميتين ان حد يعدمكم وانتوا ميتين، لان حتى اعدام الميت ليه طريقة. اعتقد ان الطريقة هنا مختلفة، ولكن اتمنى لكم حياة سعيدة واشوفكم على خير. باي باي.